من أساسيات السحور على سفرة رمضان بتركيا خبز رمضان أو خبز البيضة التركي، من أطيب أنواع المخبوزات وطعمته بتشهي. وصفة سهلة بمكونات كتير بسيطة ومتوفرة بكل بيت. لازم تجربوا هالوصفة ومتأكدة كتير رح تعجبكم. شايفين ما شاء الله مثل القطن. وأول شي بيلزمنا كاسين كبار من المي الدافية، وضروري المي تكون دافية. بنزل عليهم معلقة ونص كبيرة من الخميرة الفورية، بالإضافة لثلاث معالق كبار من السكر، وبضيف معاهم كاسة كبيرة من الطحين المنخول. بحركن منيح مع بعض وبغطيهم وبتركن حوالي الخمس دقايق لحتى تتفاعل الخميرة. وهلأ بضيف عليهم ربع كاسة من الزيت النباتي وثلاث معالق كبار من اللبن، بالإضافة لرشة ملح. بحركهم شوي وبنزل عليهم الطحين. استخدمت 5 كاسات من الطحين المنخول، عيار الكاسة 250 ملي. بنزل الطحين دفعة واحدة وببدأ بعجنهم بإيدي كتير منيح. ومرحلة العجن كتير ضرورية، لازم نعجنها أقل شي 7 دقايق لحتى نحصل على العجينة طرية وناعمة. هيك العجينة صارت عندي ممتازة. هلأ بجاط نضيف ببخه شوي من الزيت النباتي وكمان على وش العجينة، وبغطيها وبتركها ترتاح لمدة ساعة أو لحتى تختمر ويتضاعف حجمها. وبعد ما اختمرت العجينة وتضاعف حجمها، هلأ بفرغ الهواء منها وبقطعها لأربع أقسام متساوية. وهلأ باخد قطعة من العجين بفردها بإيدي شوي، بعدين بمدها بالشوبك وبنحاول ما نرقق العجينة كتير، لازم تكون سماكتها وسط. هيك مثل ما نكون شايفين. هلأ بحطها على صينية الفرن، غلفتها بورق زبدة وفيكن تدهنوها بالزيت النباتي. وبعد ما رقيت قطع العجين بغطيهم وبتركهم يرتاحوا لمدة 20 دقيقة لحتى يتضاعف حجمهم. وهلأ ببدأ شكلهم برؤوس أصابيعي بهي الطريقة. وطريقة التشكيل كتير سهلة وبسيطة وممتعة كتير بالشغل. ولخلطة التلميع أو دهن وجه العجينة بدنا صفار بيضة، بضيف عليهم معلقة كبيرة من الخل الأبيض، معلقة كبيرة من الحليب، ومعلقة صغيرة من الفانيلا. بحركهم منيح وبدهن فيهم وش العجينة، وبرش عليهم رشة من السمسم الأبيض ورشة من حبة البركة. وبدخلهم على فرن حامي على درجة حرارة 180، والفرن شغال من فوق ومن تحت. بياخد وقت من 20 ل 25 دقيقة. وهيك بتكون النتيجة، ريحتهم بتشهي وطعمتهم كتير طيبة. وهن سخنين مباشرة بندهنهم بالزبدة وبنغطيهم كمان لحتى يضلوا طرايا. عن جد من أطيب أنواع المخبوزات، وخصوصي على السحور مع كاسة شاي، وإذا بتحبوا كمان جنبها جبنة أو لبنة. جربوها وألف صحة وهنا، ورمضان كريم على الجميع.